الوصفة بقى بتاعت النهاردة كلنا بنحبها، خطيرة. وصفة البراونيز جميلة جدا. جايبه لكم بقى الوصفة الأصلية، وكمان هيطلع معاكي أحلى من بتاع الكافيهات، هيطلع معاكي تحفة. من بره بقى مقرمش، ومن جوه كده قطع الشوكولاتة جوسي وجميل جدا. يلا بقى نروح على الوصفة ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. معايا هنا 3 حبات من البيض، هضيف عليهم نص كوباية سكر أبيض عادي خالص، وهضيف عليها معلقة من العسل الأسود، وهقلبهم كويس كده علشان يديني السكر البني. ولو ما عندكيش عسل اسود ممكن تستغني عنه خالص وتستخدمي سكر ابيض كده عادي. تمام. هنبدا بقى كده نحط الفانيليا. هحتاج بقى على كل بيضه ظرف فانيليا علشان ريحه البيض وكده، الزفاره يعني بتاعه البيض تتشال من الفانيليا يا جماعه. اهم حاجه كل بيض عليها ظرف. هنقلبهم بقى كويس جدا كده بالمضرب اليدوي، هي مش محتاجه مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه. هنضربها كده بالمضرب اليدوي. وهضيف عليها كوبايه الا ربع من الزبدة. تمام. وهقلبها بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، هيطلع القوام ده بتاعها كده بعد ما قلبنا معاها الزبدة. وهبدأ هنا كمان اضيف عليها معلقة من الزيت، الزيت يكون نباتي كويس جدا. وبعدين هقلبهم شوية مع بعض ويبقى كده القوام معايا جاهز اهو. هبدأ بقى كده اضربهم كده شوية عشان اتأكد ان كل حاجة تجانست مع بعضها. وبعدين بقى هحضر معايا الدقيق اللي انا هضيفه عليها. هحتاج هنا كوباية من الدقيق واحدة بس اهو الدقيق، وهضيف عليها نص كوباية من الكاكاو. اهم حاجة تنخليهم مع بعض، يكونوا منخولين علشان تديكي هشاشة للكيك بتاعك، ما يطلعش معاكي كابس. وهضيف عليهم كمان، هتجيبي معلقة الشاي الصغيرة نصها بالظبط كده بيكنج باودر، يعني نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر عشان تديكي هشاشة شوية للكيك وما يطلعش مكتوم. هقلبها بقى كويس كده بعد ما نزلت الخليط ده الدقيق على الخليط. هبدأ بقى اقلب كويس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية بقى اما القوام بتاعي يتجانس ويبقى كويس معايا. ولو احسن بقى تجيبي الاسباتولا بتاعتك وتبدأي تلمي بيها علشان يتلم معاكي احسن من المضرب اليدوي ده. خلاص انا هستغنى عنه دلوقتي، وهقلبها بقى بالسباتولا او بمعلقه لغايه اما يديني القوام التقيل ده. هو ده القوام بتاع البراونيز يا جماعه، مش بيبقى سايل عن كده او اتقل من كده. معايا هنا بقى باكت شوكولاته 200 جرام، هضيفه وهقطعه كده شرايح صغيره او قطع، وهنزل بقى على خليط الكيك اللي انا عملته ده معاكم. وهبدا بقى اقلبه كويس جدا لغايه اما ادخل كل الشوكولاته جوه الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا بقى اجيب عندي صينيه، اي صينيه عندك تدهنيها دهن زيت صغيره، وهتنزلي بالخليط بتاعك. لو عندك ورق زبده ضيفي ورقه زبده وخلاص على كده من تحت، وحطي عليها قوام الكيك. وهندخلها على درجه حراره 180 على رف اوسط، هتطلع معايا بالجمال ده. بص مستويه جدا. طبعا هتعمليها اختبار الاول بالعصايه شيش طاووق كده عندك، هتطلع فاضيه معاكي هتبقى مظبوطه. هبدا بقى كده اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا هي مقرمشه من فوق وطريه من جوه. هبدا بقى اقطعها قطع كده مربعات علشان تديني الشكل حلو. طبعا انتي في الفتره دي بقى لو حابه ان انتي تزينيها في المرحله دي، ممكن تزينيها مثلا ببولات ايس كريم، عايزه تحطي عليها اي حاجه من فوق براحتك، صوصات حسب ما انتي حابه. بس هي كلاسيك كده بتبقى احلى واشيك، وكمان طعمها هي غني جدا، فيها قطع شوكولاته وطعمها جميل، يعني مش محتاجه اي حاجه. شايفين بقى كده حطيتها في طبق التقديم. عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.